السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك عليكم يا رب. النهارده بعمل اطعام وقفه عرفات، ان شاء الله يا رب يتقبل منا ومنكم. يلا بينا ندخل على الفيديو ونسمي الله. اول حاجه هنعملها بقى محلول النقع، لان دي اول خطوه واهم خطوه جدا، ان احنا نعمل محلول النقع علشان الزفاره اللي بتبقى في الفراخ. معروف ان الفراخ بيبقى فيها زفاره جامده، فلازم نعمل المحلول ده ونسيبها فيه شويه. غير ان طبعا الانسجه بتاعه اللحم بتاع الفراخ بيطرى كده وبيبقى حلو قوي. لما بتعملي بقى الفراخ تستوي بتبقى الفراخ جوسي خالص وطريه جدا. انا طبعا زي ما انتم شايفين عملت فتحات كده، فتحتين كده في الورك، طبعا هتدي شكل حلو قوي. غير ان التتبيله بقى اللي هنعملها مع بعض اللي هتعجبكم باذن الله هتخلي طعم الوراك دي خطيره. ننزل بقى بكل الوراك اللي معانا، بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم بارك. نبتدي بقى ننزل بدقيق. الكميه اللي عندك بقى تحطي دقيق يعني. ننزل بقى ايه، شويه ملح، حاجه بسيطه كده، فلفل اسود، اهم حاجه بقى عصير الليمون. طبعا انا منضفه الحوض، كويس، وحاطه السداده بتاعته علشان الكميه طبعا يبقى تاخد براحها عشان يتبل حلو. وبعدين بقى ايه، ننزل كده الكميه كلها. هنحط برضو ايه شويه خل كده، نسيته بس نفتح بقى الميه عشان كل ده بقى ايه تبقى منقوعه كده في الميه. خلاص بقى كده انا هسيبها كده بقى في المحلول ده كده وتنزل بقى كل الزفاره اللي فيها. عقبال ما نجهز بقى، يلا نجهز الخلطه الرهيبه. بصل زي ما انتم شايفين، وفلفل الرومي والجزر والطماطم. هنضرب كل ده كده في الكبه. ما حطيتش فلفل حراق، انتوا حابين تحطوا طبعا، ده اطعام فما ينفعش ان احنا نخلي الحاجه حراقه. هضرب كل ده ونرجع تاني. دلوقتي بعد ما ضربنا بقى كل المكونات كده زي ما انتم شايفين، نبتدي نعمل نحط بقى التوابل على الخلطه الحلوه دي. شويه زيت كده حلوين، طبعا على حسب الكميه. انا بقول لكم المكونات الكميه اللي انا بحطها علشان احنا معانا كميه كبيره من الوراك. ملح بقى ده حسب ذوقك بقى. بهارات فراخ يعني معلقه كبيره، ومعلقه فلفل اسود برضو كبيره كده، بابريكا المدخنه اللي بتحلي الاكل جدا، كله معالق كبيره. كركم بقى، عصير ليمونتين. هنحط بقى معلقه معجون طماطم كده، معلقه حلوه كبيره كده. وادي الفراخ بقى بعد ما حطيناها مع محلول النقع وبقت زي الفل ومفيش اي زفاره، جميله وحلوه وزي الفل. نحطها بقى على الخلطه. هنقلب بقى كل التوابل دي كده مع بعضها. هقسم بقى الخلطه دي على صينيتين، لان ايه عشان يبقى فيه براح وانا بتبل الفراخ. نبتدي بقى نتبل كده الوراك. تبلي بقى الوراك بتاعتك كده من الظهر ومن الوش علشان التتبيله تدخل فيها حلو. ويا سلام بقى لو انتي عملتي الخطوه دي من قبلها بيوم مثلا او كام ساعه، لو في نفس اليوم تقعد احسن اكتر. لما تقعد في التتبيله هتديكي طعم احلى.
دلوقتي خلاص تبلنا كل الوراك بالخلطة كده. انا طبعا ببيتها من بالليل، وبعد كده اطلعها بقى تاني يوم تكون بقى خدت كده من التتبيلة علشان الطعم. وبعد كده اشوفكم بقى ان شاء الله تاني يوم اما اطلع بقى الفراخ الحلوة دي. شوف هنعمل بقى معاها احلى رز متبهر بقى بخلطة حلوة قوي وكركم، الرز الاصفر البلدي بتاعنا. وكمان نعمل بقى طريقة بطاطس حلوة جدا ان شاء الله يعجبكم. ودي اللي وراك بقى بعد ما باتت ليلة كاملة في التلاجة، ما شاء الله اللهم بارك. عايزة اقول لكم حلوة جدا، التتبيلة دخلت في كل الانسجة بتاعت الوراك وريحتها خطيرة يعني، خدت وقتها. تعالوا بقى نعمل البطاطس الفظيعة. طبعا الخلطة دي اللي هي كانت منقوعة في الفراخ اللي احنا عاملينها، هي دي اللي هتبل بيها البطاطس عشان تاخد من الطعم. مش هحتاج ان انا احط اي حاجة تانية ولا اعمل بصل تاني ولا اي حاجة، هي الخلطة دي وبس. بس هضيف لها حاجة بس تانية صغيرة، هحط بس ايه حاجة بسيطة كده زي معلقة صغيرة توم باودر، بس كده مش عايزة اكتر من كده. بحب قوي اقطع البطاطس مكعبات في صينيه البطاطس بالفراخ، بتبقى شكلها حلو جدا. وكمان يعني حاجه جديده، حابه تعمليها حلقات براحتك خالص، بس انا بحب قوي الشكل ده في صينيه البطاطس بالفراخ. هنبتدي بقى نحط الخلطه على البطاطس. ننزل بقى بكل الخلطه الجميله دي، بسم الله. نقلب بقى كل ده كده مع بعضه. خلاص كده قلبنا كل الخلطة في البطاطس زي ما انتم شايفين كده. نبتدي نرص الصواني. طبعا انا عندي الصواني اللي هي يعني شفتها مش عريضة قوي، هم كبار، هحط فيهم برضو، بس مش هحط بطاطس كتير لان السطح بتاعها مش عالي قوي. فقلت ايه احط في الصواني اللي هي الجرانيت العالية دي علشان تاخد كمية بطاطس كبيرة يعني. انا حطيت في الصينيتين دول، وطبعا في صواني تانية حطيت فيها البطاطس. نبتدي بقى نرص الفراخ كده. بقى رص اغطي بقى الصينيه بورق الفويل كده علشان الدخان يفضل ايه محتفظ في الصينيه وتستوي كويس. هدخلها بقى الفرن، هعمل كل الكميه ادخلها الفرن، ويلا بينا نعمل الرز مع بعض. دلوقتي هنعمل الرز. حطينا الحله على النار، لازم الزيت يعني زيت على زبده عشان يطلع معاكي الرز مفلفل. معلقه كبيره كده هرميه كاري، كركم علشان بقى تدي لون حلو للرز. نقلب كل ده كده مع بعضه. حط بقى الرز اللي ايه على قد كمية على قد الحل. ننزل بالمية المغلية. كده نوطي خالص على الرز يكمل سواه على نار هادية جدا. انا عملت معاكم الحلة دي، وبعدين هعمل بقى بقية الحلل. ده شكل صينية البطاطس بقى بالفراخ بعد ما طلعناها من الفرن واديناها كده تشويحة من فوق مش شواية. حاجة خطيرة، شايفين جمالها عامل ازاي؟ وده كان اطعام الخير يا جماعة. شايفين بقى الرز الجميل الاصفر وصواني البطاطس بقى بالفراخ المتبلة بتتبيلة خطيرة زي ما انتم شايفين. من احلى واقرب الفيديوهات اللي بحب اعملها اطعام الخير. يا رب ديمها يا رب علينا وعليكم، ويديكم الصحة والعافية ويسعد قلوبكم يا رب. يلا بينا نعبي بقى الاطباق بالاكل الجميل اللي احنا عملناه ده كده.
بقى الورك كده نحطه فوق الرز كده. وهنا بقى بطاطس، الطبق بتاعنا الخطير، الوجبة الجميلة. دلوقتي اهو عبينا طبعا الوجبات زي ما انتم شايفين، وعملنا كمان لكل وجبة رغيف عيش وعلبة مخلل صغيرة، وهي دي بقى اطعام الخير. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واسيبكم على خير في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم.